ماشي. مساء الفل يا باشا، مساء عامل ايه؟ الفل. سمعت بس كنت عايز بود كده ام تي ال تمام. مكان الدي ال الكبيره دي، بس عايز حاجه كويسه يعني. في كاليبرني ده تمام أوي. كاليبرن، انا سمعت عنه كاليبرني حلو ده يعني. كويس. طب بص، هو انا ما عنديش خبره قوي في حوار البودات ده، لو في حاجه مش فاهمها يعني هو صعب يعني ولا ايه؟ بص هديك أسامي ريفيورز خش اتفرج على الفيديوز بتاعته. سهله يعني، بسيطه. بسيط. خلاص تمام، شكرا. كاليبر، مش عارف هيعلق على ده ولا لا. هو في ايه؟ الزر ده ما بيشتغلش ولا ايه؟ مش فاهم حاجه. ممكن قال لي شوف على اليوتيوب الموضوع ده، انا عارف انا مش هفهم له. وندي وسعها عدي لنا قد حد ولا حد تاخد وندي وسعها عدي لنا قد حد ولا حد اديك هترخص انت هتقولها رد واسمع لكلامي وركز فيه هلعب لوحدي والساعة سحت هاخد مساحتي وبراحتي اديك طب سحت محت خد فوق وتحت لو جيت ورحت مش انا جاي ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ قلنا نفتح مع بعض لايف، نتكلم مع بعض شويه يعني بكل ادب. بس هتخش امتى؟ هتتفاعل امتى؟ انت ملك العروض. ايوه طبعا انا ملك العروض. يلا، احنا ملوك العروض، مفيش حد قدامنا. اهم حاجه ان الناس تخرج مبسوطه. انا بالنسبه لي الموضوع بالنسبه لي مش لقطه وخلاص، انا بالنسبه لي لازم الناس تخرج مبسوطه من عندي. واحد كاتب لي ان هو جالي امبارح وراح عندي الستور وخد ليكويد زي الخرا. عم اسعار رايحه في داهيه، لازم كلنا نتحمل بعض. لازم اليوزر يفهم الستور ملوش ذنب، ان الستور مكسبه بيبقى حاجه بسيطه. في نفس الوقت ستور ترحم، تعرف تنزل 50 جنيه 100 جنيه. احنا مش هينفع الدنيا دي يا جماعه. مش اه احنا بننزل عروض، لكن انا هنا سمعت عن مكان بننزل عروض حلوه قوي قويه، بجد من احسن اللي احنا بننزلها. واحد بيعمل عروض احسن مني انا. ايه الجهاز ده؟ الجهاز اسمه ايه؟ كام ده؟ بيتباع في السوق بكام؟ احنا هنطلعه ب 400 جنيه. يلا بومه ده بكام؟ كتير، هو 200 جنيه زي الفل. ايه ده؟ كاليبرني ده كام؟ لا حلو ده، خليه زي ما هو. بطاريه باين باع ب 200 جنيه و250 جنيه. عملت لكم عرض، اللي عايز يجي يشتري بطاريه يعمل بيلد ب 10 جنيه وهياخد معاها بطاريه هديه. بس العرض ده مش داخل دماغي. راح هتخش عندنا المحل هتعمل بيلد فري وهتاخد معاها بطاريه فري. يلا. واحد بيقول لي في واحد دور جايب سيرتك وبيتريق. يا عم معنى ان انا بتكلم بادب، انا ما اعرفش. ما شفتوش حاجه، عيل بشخه. يا جماعه معلش، الناس اللي بتقول ان انا مبوظ السوق والاسعار اللي انا بحطها دي بتخلين اليوزر فاكر ان الستورز كلها حراميه وان ده كل ده مكسب. مع احترامي للناس الستورز المحترمه دي لهم. انا النهارده بقى ايه؟ الاكس لام اس كيو تجربه يعني. الليكويد ده فيه ليكويد سيجار كوبانو فانيليا مصري، ميه بسكر، طعمه زي الخرا. ليه انا قلت كده؟ ليه انا قلت ان هو طعمه زي الخرا؟ عشان انا مش بس كده كفايه النهارده ولا ايه؟ حاسس خسرتش كتير النهارده. ده ايه ده؟ ايه ده؟ فتلاتي ده اسمه فتلاتي. ده بكام ده؟ غالي يعني. معانا جيف اواي للفتلاتي ده. هنطلعه جيف اواي لاول واحد هيكتب اسمي في الكومنت ده. ده ايه؟ ده جير ده وعلبه فاضيه، ما علينا يعني. هو جيف اواي لاي حد ده ايه ده؟ اس اكس بود نازل من 60 سنه، هنطلعه جيف اواي. يلا هنطلع. والكاليبرن ده جيف اواي. ده ايه ده؟ يلا طلع لي الحاجه دي. عندي باور بانك هنا عشان احنا عندنا الكترونكس في المحل. ده ايه؟ باور بانك طلع جيف اواي لاول واحد هيعمل اول واحد هيتنفس في اللايف دلوقتي. يلا بتاع ده بكام؟ التعصير بتاعي بكام يعني؟ يلا فري مع اي واحد ده هيقول كومنت. يلا، واشوفكم ان شاء الله في اللايف الجاي بكل احترام وادب زي اللايف اللي احنا عملناه النهارده ده.
بقول لك ايه، اللايف ده النهارده جايب فيوز حلوه يعني. بص، اسبوع البلدات كلها ببلاش في كل المحلات. صحت محت خد فوق وتحت لو جيت ورحت مش هي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ومعكم الفتاي. النهارده يا جماعه معانا فيو لاين. على فكره لما بصوا يا جماعه الفليفر ده، بصوا يا جماعه الفليفر ده. امك زمان امك زمان لما كانت بتجيب شويه تفاح كده، شويه تفاح من عند ست تحت بيتكم، عارفها انت دي؟ تفاح اخضر، عارف انت؟ يبقوا طعمين قوي، طعمين قوي كده. بص هو ده كده مع سنة ايس ليكويد تشيز كيك المون بتاع الدولار. اللوز يبقى محمص بالزياده شويه، بس يبقى ايه، عارف انت؟ تشيز كيك فيه الجبنه سايحه شويه، عارف اللي هي الجبنه، في طبقه من الجبنه كده جايه من ورا، شويه تحميص بس مش قوي، مش تحميص قوي. الطبقه اللي تحت بقى، الطبقه اللي تحت اللي هي بتبقى مقرمشه دي، عارف انت؟ بتبقى بسكوت دي، بسكوت دي عارفها؟ مولا كده بقى ايه، عارف انت؟ مقرمشه كده. النهارده ليكويد ده، عارف ايه؟ من بتاعنا بقى واحنا صغيرين بقى. ليكويد ده جاي كده من خلفيه ورا، عارف انت؟ السريلاك ايام عزه، ايام ما كان طعم كده في قمح، فاهم؟ السريلاك محدش فينا ما بيطبخش السريلاك. استنوني في الاوتنج الجاي كمان يومين، هتلاقوني هناك. اللي عايز اقابلكم واحد الاوتنج بعده بنص ساعه كده، برضه هتلاقوني هناك. الاوتنج اللي هناك ده بعديها بساعتين كده في ستور هيفتح في مدينه نصر. الستور ده انا هبقى موجود هناك، اقابل معاكم كلكم هناك. عارفين انت؟ انرجي يعني. انا مبسوط. اسد الفليفر اللي بالنعناع بتاعه، اسد الهيدرو مش الهيدرو لا الهيدرو بقى ده اللي بالنعناع. عارف انت النعناع انت بتحطه على الشاي ده، عارف انت ايه؟ لسه شاي كده قاطف النعناعيه كده حالا وحاططها على الشاي، هي دي بقى بتطلع في الازازه دي. الازازه دي يا جماعه معجزه بجد. اوتنج جاي كمان يومين هنتقابل فيه. اوتنج بعديه بنص ساعه هتلاقوني فيه. اوتنج تاني في الحديقه اللي جنبه هتلاقوني فيه. هتلاقوني في ستور بيفتح بعديها بساعتين كده في مدينه هتلاقوني فيه. هطلع لك في كتله هتلاقيني. الليكويد ده جامد جدا، بس يزودوا فيه اللبن شويه، يزودوه شويه كده. الليكويد ده فظيع وانا مش بفتي. شكرا لكم جميعا، ونتقابل في حلقه جديده مع الفتاي ده برعايه لاين فيب ستيشن. شكرا جدا ان هم دعموا الفيديو. نراكم في حلقه جديده مع الفتاي. اصحابك هي باصين، انا جمهوري واقف في ظهري. نمبر 1 وانتوا عارفين. نمبر 1. ازيكم يا جماعه، عاملين ايه؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ حصل حوارات كتير قوي. ناس كتير قوي كتبالي في الكومنتس، انت مش نمبر 1، انت مش كبير المجال، انت مش بابا المجال. انا بابا المجال، انا شايف نفسي بابا المجال. الناس كلها دخلتني في مقارنه مع واحد صديق ليا، ريفيور صديق ليا. الموضوع مش كده يا جماعه، ما كل واحد يشوف نفسه نمبر 1 زي ما هو عايز. انا شايف نفسي نمبر 1، انا اول واحد عملت ليكويد. انا شايف نفسي بابا المجال، انا شايف نفسي احسن ريفيو. انا لما نزلت وكتبت ان انا نمبر 1 كل القصص دي حصلت. ليه كل المشاكل دي؟ ليه خناقات، وليه كومنتس كتير، وليه شتيمه، وليه ناس بتقارني؟ ليه كل ده؟ عشان انا قلت ان انا نمبر 1. ولا حد يتكلم ولا قال حاجه. انا في الحوار ده كله داير ليه اصلا؟ محدش قال حاجه في الكومنتس ولا مش حد قال حاجه خالص. كان معاكم نمبر 1 سي. اصحابك هي باصين، انا جمهوري واقف في ظهري. نمبر 1 نمبر 1. Here comes the money. Here we go. Money talk. dollar. السلام عليكم يا سادة. ده معانا جهاز صغنطوط صغير. I am in love. الفليفر ده يا جماعة، الفليفر نيكوتين دليفري. النهارده معانا جهاز الاكسليم سي من شركة اوكسفا. خلينا نكلمكم على نقطة معينة. الفليفر يا جماعة، الفليفر
شابوه بجد للشركه ان هم عملوا كارتج طلع الفليفر والنوتس اللي انا ما دقتهاش في اي كارتج او بود تانية. الفليفر يا جماعه والنيكوتين ديليفري مش طبيعي. خلينا نقيم الجهاز بتاعنا على الكوتوموتو ميتر بتاعنا. نبدا بالفليفر. الفليفر لا استنى ويت بوز هم دفعوا لنا كام في الفيديو ده اصلا؟ اديله 9 من 10. انا عمري نصحتكم بحاجه وكانت وحشه زي بوما او جن مثلا. ايه اضرار الفيب؟ هتقول لي ضرره انه ممكن يكون مثلا بيزود الهارت بيت بسبب النيكوتين اللي فيه. تشربه من غير نيكوتين سهل. حتى الان لم يوجد دراسة واحدة تثبت ان الفيب له اي اضرار تماما. بس اكيد ليه اضرار برضه يعني. لو ينفع ما تشربوش يبقى احسن. اكيد طبعا كلامك صح. خلينا لا والنبي يلا. يا حاج معلش معيش الوقت الذي فكك. خد بقى وخلاص. ودائما السلوجان بتاعنا الشهير عبيله واديله كاتش كدر في القالولو. طلع البدر علينا. ازيكم عاملين ايه واهلا بكم فيديو جديد من قناة فيب كورنر. النهارده معانا فيديو فشيخ جامد فشخ. بصوا معانا الجهاز الجامد فشخ ده. هو الجهاز ده اتهان الاول وطلع ميتين اهله ليه كده؟ الجهاز بيجي معاه في العلبه حاجات كتير فشخ. ده كتوتال يعني انا بعد ما جربت المود خطته فشيخه. عارف ان انا مقصر فشخ الفتره اللي فاتت بس انا هلتزم. انا واثق ان انا هلتزم الفتره الجايه. كل فيديو انا هلتزم زي ما قلت لكم المره اللي فاتت واللي قبلها بس انا هنتظم وانا واثق. مش بنسى فيديوهات خالص. يعني الفيديو اللي انا بقول ان انا بعمله فعلا. كلمتي لايك ا بوند عمرها ما تتكسر. مواعيدي مظبوطه. فيديو شهريا اذا هو فيديو شهرين، فيديو اسبوعين فهو فيديو اسبوعين. بس ده انا عملت له ريفيو بس انا شاريه بفلوسي. انا مش جاي لي في الريفيو. انا شاريه بفلوسي. كراكس دي جامده فشخ. اداؤه فشيخ لاقصى درجه. يعني في فيديو جاي يبقى جامد فشخ. انتظروا الفيديوهات الجامده فشخ اللي جايه. على فكره انا كل فيديوهاتي سكريبتد. انا ما بطلعش على الكاميرا كده وبقول اي حاجه. يعني كل حاجه منظمه. بس كتوتال الجهاز ده جامد فشخ. هو ايه اللي فشخ؟ هو مفيش وراه غيرها. انا زهقت. ده انا بجد المره دي. This is me genuine me بتكلم حاليا. ده انا بجد المره دي. فيديو كان متعب. الحمد لله انه خلص. ايه رايكم بالفيديو؟ اتمنى ما يكونش حد زعل من الفيديو. يعني فيديو ترفيهي بحت كوميدي. مفيش اي حاجه فيها كراهيه او حاجه. ممكن يكون اساسا اللي انا بقوله ده غلط تماما. يعني ممكن اللي انا وضحته في الفيديو ده غلط. حاول ما تاخدوش على محمل الجد قوي. يعني اضحك وخلاص. يعني ولو انا يعني بقول حاجة مش حقيقية او مش شبهك فغالبا الناس مش هتعرف انا بتكلم على مين اصلا. عادي يعني. حاول. بالنسبة للناس بقى لاصدقائي اتمنى يكون الفيديو عجبكم. ده بجد المرة دي ان شاء الله الناس الريفيورز هيطلعوا عاقلين. يعني مش هيأذوني. لو انت بتشوف الفيديو ده دلوقتي فانت غالبا بتشوفه يا في رمضان يا قبل رمضان بأيام معدودة. يعني كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة رمضان خلينا بقى نرمي توبك الفيب وأي حاجة تانية على جنب. احنا داخلين على رمضان فمش هنركز في أي حاجة تانية غير رمضان. كرس وقتنا لرمضان والعبادة. يعني سنة وانتم طيبين تاني وشكرا جدا انتوا كملتوا الفيديو للآخر والسلام. لا ستوب ويت. اعتقد ان ده وقت حاجة تانية احسن شويتين 3. سلام. أهلا رمضان يا شهر الإحسان شهر الغفران